الحياة من غير معنى مملة جدا. بتروح المدرسة علشان لازم تروح، تدخل جامعة علشان لازم تدخل، بتشتغل في وظيفة علشان لازم تشتغل، وتتجوز علشان جه الوقت انك تتجوز. طب وانت، هل هو ده اللي انت جيت عشانه؟ هل هي دي الحياة بالنسبة لك؟ الحقيقة بقى ان كل واحد فينا جواه شرارة، بس محتاج اللي ينورها. شرارة تخليه عنده الاستعداد يضيع عمره كله بس في حاجة فعلا ليها معنى. واحيانا كل اللي انت بتكون محتاجه عشان تلاقي فعلا معنى لحياتك هو انك تطلع من دايرة الراحة وتدور في الماضي بتاعك والمجهول جواك. في النهاية الموضوع مش انك تلاقي النور جواك، الفكرة في ان انت تفهم ان انت النور ذات نفسه، بس كنت مستني الشرارة. مفيش انسان مننا ما نفسهوش يكون ناجح، مفيش انسان مننا ما نفسوش انه يلاقي معنى لحياته، معنى يقدر يديله كل طاقته، معنى يقوم الصبح علشانه كل يوم كأنه أول يوم. بس ازاي ممكن تلاقي معنى لحياتك وانت مركز مع الناس اللي حواليك؟ ازاي وانت سايبهم يوجهوك مش انت اللي بتوجه نفسك بنفسك؟ الحقيقة ان انت عمرك ما هتلاقي معنى لحياتك لو انت ما قررتش انك تدور على معنى لحياتك. لان ببساطة لو انت مش شغال علشان تحقق حلمك، فتأكد ان انت في الوقت الحالي شغال علشان تحقق حلم حد تاني مش حلمك انت. وخليني اقولك ان معظم الناس اللي اتسألت على فراش الموت ايه اكتر حاجة انتوا ندمتوا عليها في حياتكم، فمعظم الناس كانوا بيجاوبوا على الحاجات اللي هم ما عملوهاش مش الحاجات اللي عملوها. فانت بعد عمر طويل ان شاء الله هتبقى فرصة ندمك على الحاجات اللي انت ما عملتهاش اكبر بكتير من فرصة ندمك على الحاجات اللي انت عملتها. قصدي اقولك ان عدم اتخاذك لأي قرار فهو في حد ذاته قرار بان انت ما تعملش اي حاجة، قرار بان انت تفضل في دايرة الراحة بتاعتك، قرار بان انت تفضل ساكن في مكانك وما تدورش على الشرارة اللي هتدي معنى لحياتك وهتنور العالم من حواليك. الشرارة اللي انت بتدور عليها دي هي القصة اللي انت بتحكيها لنفسك عن نفسك، هي نظرتك لنفسك في المستقبل، انت ازاي شايف نفسك في المستقبل. وعشان اي قصة مش بتتحكي الا لما يكون ليها معنى، محدش عنده استعداد انه يسمع قصة ما بتديش فايدة ولا ليها اي معنى. انت نفسك عمرك ما هتسمع لحد بيحكي قصة ملهاش معنى، عشان كده عمرك ما هتلاقي معنى للقصة اللي انت عايز تحكيها للناس دي الا لما تبقى قادر تفيد الناس اللي حواليك باللي انت اتعلمته وباللي انت جربته في حياتك في الماضي. طب ازاي الاقي معنى لحياتي؟ هقولك، هتلاقي معنى لحياتك لما تلاقي انك بتعمل حاجة انت بتحبها وفي نفس الوقت انت شاطر فيها، وفي نفس الوقت انت قادر انك تفيد بيها الناس اللي حواليك، والناس اللي حواليك كمان ممكن يدفعوا لك عليها فلوس. طب اوصل بقى ازاي للنقطة دي؟ اولا انت لازم تكون فاهم ان النقطة دي ممكن تاخد منك يوم وممكن تاخد منك سنين، على حسب مدى فهمك لنفسك ومدى فهمك لمشاعرك وللافكار اللي بتدور في دماغك. وخلي بالك النقطة دي هتلاقيها في الماضي بتاعك. فهمك للماضي بتاعك ولطبيعة التجارب والخبرات اللي انت مريت بيها في الماضي بتاعك بيسهل عليك جدا النقطة دي وبيوضح الرؤية اكتر للمستقبل بتاعك. اول حاجة انت لازم تفهم ايه القيم بتاعتك، لازم تفهم هو ايه اللي بيحركك، لان ببساطة القيم دي هي اللي بتتحكم في كل افعالك، هي اللي بتفلتر افعالك بناء على ايه اللي ينفع معاك وايه اللي ما ينفعش معاك. وعيك بقيمك بيشتغل كبوصلة بتقدر توجه بيها حياتك وافعالك عن طريقها. تقدر تقول كده ان هي بتخليك تنقي الحروب بتاعتك اللي انت هتحاربها، لان مش اي حرب تستاهل ان انت تدخلها. في حروب اصلا ملهاش قيمة وما تهمكش ان انت تدخلها، لان ببساطة الدنيا مليانة اختيارات وكتر الاختيارات دي بتشتتك اكتر. فاللي بيقلل التشتت ده في حياتك هو ان انت تكون واعي بالقيم بتاعتك، هو ان انت تقدر تفلتر بايه اللي ينفع معاك وايه اللي ما ينفعش اصلا وما يستاهلش ان انت تحارب علشانه. عشان تكون انسان ناجح لازم تكون واعي بالقيم بتاعتك، لان اي انسان ناجح فهو كان عارف القيم بتاعته وعارف هي ازاي بتتحكم في افعاله. واسأل نفسك كده، ايه هي القيم اللي انت عايز تسيب بيها اثر في الناس اللي حواليك؟
واسأل نفسك مين الشخص اللي انت لما بتشوفه بتحس ان انت نفسك كده تبقى زيه. مين الشخص كده اللي لما بتبص عليه بتقول الله انا نفسي كده ابقى زي الشخص ده. القيم بقى اللي انت مهتم بيها كشخص هتلاقيها في الشخصيات اللي انت نفسك تكون زيها، لان هي دي الشخصيات اللي لفتت انتباهك، اللي عندهم نفس القيم اللي بتهمك. واسأل نفسك ايه هي التجارب والمواقف اللي اثرت عليك في حياتك وغيرت نظرتك عن الحياة. لو حاسس برضو ان انت لسه مش عارف القيم بتاعتك هقولك تعمل ايه. في طريقة كده ممكن تتعرف على القيم اللي انت مهتم بيها بعكس القيم اللي انت مش مهتم بيها. يعني ايه هي الحاجات اللي بتعصبك وبتصير كده جواك مشاعر سلبية كده لما تحصل قدامك؟ يعني اسأل نفسك كده من الماضي بتاعك ايه الصفات اللي انت لما بتشوفها في حد كده بتكرهها وبتحس ان انت متعصب. لان انت كإنسان بتتعصب من اللي انت بتشوفه قدامك ده، لان ده عكس القيم اللي البوصلة بتاعتك بتوجهك عليها. فانت اتعصبت لان البوصلة بتاعتك قالت لك ان ده مش المفروض اللي انت تمشي عليه. بعد ما تفهم بقى القيم بتاعتك دلوقتي تقدر تفهم انت ازاي تلاقي معنى لحياتك. هتلاقي معنى لحياتك لما تلاقي انك بتعمل حاجة انت بتحبها لدرجة انك ممكن تستحمل المعاناة بتاعتها. الحاجة اللي انت بتكون مبسوط وانت بتعملها لدرجة ان انت ممكن ما تحسش اصلا بالوقت، انت مبسوط بالحاجة اللي انت بتعملها، انت مش فارق معاك الوقت اصلا. فاكتب كل الحاجات اللي انت بتحب تعملها واللي بتكون مبسوط وانت بتعملها وما بتحسش اصلا بالوقت. ولو مش عارف ايه الحاجة اللي انت بتحبها اسأل نفسك ايه الحاجة اللي انت نفسك تتعلمها وعندك استعداد ان انت تدفع فلوسك كلها عليها مجرد بس ان انت تتعلمها. وايه الحاجة اللي انت بتحس فيها كده ان انت قريب جدا لنفسك، وايه افضل تجارب انت مريت بيها وحسيت ان انت فعلا كنت مبسوط ونفسك التجربة دي تتعاد تاني. وبعد كده شوف الحاجات اللي انت شاطر فيها. وخلي بالك هنا مش معنى ان انت شاطر في حاجة يبقى انت بتحبها، وان انت بتحب حاجة يبقى انت شاطر فيها. انا بقولك اكتب الحاجات اللي انت شاطر فيها، الحاجات اللي انت بتعرف تعملها، الحاجات اللي انت عندك فيها مهارة. عشان كده بقى اسأل نفسك ايه الحاجات اللي انت بتعرف تعملها دونا عن باقي الناس. ايه المهارة اللي عندك دلوقتي والناس فعلا بتتفاجئ انت ازاي بتعمل كده. وبعد كده الحاجة اللي انت بتحبها واللي انت شاطر فيها تبدأ تقدمها كقيمة للناس والناس تدفعلك عليها فلوس. لان في النهاية لو فضلت تعمل الحاجة اللي انت بتحبها واللي انت شاطر فيها من غير ما حد يدفعلك عليها فلوس هتحس ان هي ملهاش قيمة. هتلاقي ان انت بدأت برضو ان انت تدور تروح تشتغل شغلانة عشان تعرف تصرف على نفسك، لان انت في الاول وفي الاخر انسان ولازم تعيش. ولو بعد كل ده حاسس ان انت مفيش حاجة ممكن تقدمها للعالم او مفيش قيمة او مش لاقي معنى لحياتك فعلا، يبقى حاول ان انت تحل مشاكلك الشخصية الاول قبل ما تفكر ان انت تكون ناجح. حل المشكلة بطريقتك، وبعد ما تحل المشكلة دي هتلاقي 1000 واحد زيك بيعانوا من نفس المشكلة. ممكن تبدأ تديلهم الحل اللي انت حليته لنفسك ده وتسيب فيهم أثر يدولك عليه فلوس. وعشان تحل مشاكلك الشخصية لازم تبدأ بنفسك. لازم تفهم ان النجاح بيجي من جوه لبره مش من بره لجوه. وبس كده حبايبي، يا رب تكونوا استفدتوا في فيديو النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك على الفيديو ده، ولو لسه اول مره بتشوفوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا فيديوهاتي اول باول، وتعملوا شير لاصحابكم علشان يستفادوا هم كمان. واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية. باي باي.